ليه بنكسل نذاكر أو نشتغل؟ لا والله أنا مستني إجابة زيكم، أنا برضه باكسل زيكم أذاكر أو أشتغل. لا بجد خلينا نتكلم جد، ليه بجد فعلًا إحنا بنكسل نذاكر أو نشتغل؟ والفيديو ده علمي بحت، بس طبعًا بطريقة العبد لله الجميلة المبسطة هنفهم ليه الكلام ده. دماغ البشر مش بيكسل، هو بيحاول بس يوفر طاقة. النعم الصعبة زي المذاكرة أو الشغل بيعمل مجهود ذهني وكمان بيعمل مقاومة. كتير من الأوقات بنقعد قدام الكتاب أو الشغل ونفضل نقول هبدأ كمان شوية، لا هبدأ الساعة 7، الساعة 7 ودقيقة عدت، لا أنا هبدأ 7 و10، 7 و11 دقيقة، لا أنا هبدأ 7 وربع. يعني أنت لازم تبدأ بالساعة الدقيقة، يعني هي أي حاجة وخلاص. بس ليه بيحصل كده؟ هل إحنا فعلا كسالى ولا في سبب أعمق؟ اللي لازم تعرفه إن الدماغ البشري بيشتغل بنظام واحد، يوفر طاقة ويهرب من التعب. فلما تحاول تبدأ حاجة صعبة زي المذاكرة أو شغل محتاج تركيز، دماغك بيبعت لك إحساس بالملل أو التعب أو حتى النعاس. عشان كده كتير من الأوقات تكون أنت لسه صاحي من النوم، يا دوبك تروح عشان تذاكر وتفتح الكتاب تلاقي نفسك نمت، مع إنك أصلا مش عايز تنام ولسه صاحي من النوم. وده مش لأنك فاشل، ده لأنه دماغك بيحاول يحميك من المجهود. بس الخبر الحلو في طرق ممكن تضحك بيها على دماغك وتخليه يبدأ. أول حاجة، ابدأ بجزء بسيط جدا، مش لازم تذاكر ساعة، ذاكر 5 دقايق بس. انت مجرد ما تفتح وتبدأ هتلاقي انت دماغك اصلا حب الحاجة دي وبيقولك كمل فيها، وتلاقي ان دماغك بدأت تتأقلم مع الوضع. تاني حاجة، غير مكانك من وقت للتاني لان دماغك ما بتحبش الروتين. اول ما تحس بالملل غير مكانك. وعلى فكرة الدماغ مش ضدك، لا انت لازم تستعملها بطريقة صحيحة ولازم توجهها للطريق الصحيح ولازم تعرف تتعامل معاه كويس. وفي النهاية متنساش اللايك والسبسكرايب، ولو انت حبيت نوعية الفيديوهات دي خش على قناتي هتلاقي فيديوهات من دي كتير، واشوفك في الفيديو الجاي، وفي امان الله.